السلام عليكم. دي يا جماعه الوصفه اللي عملتها قبل كده وحضراتكم طلبتوها مني تاني ان انا اتكلم فيها بالصوت واقول فيها المكونات. هقول مع حضراتكم المكونات اهو. انا عندي قطع فراخ هعملها مع الرز البسمتي، بس هو يا جماعه الرز المصري مش محبب قوي في الوصفه دي. الرز البسمتي عندي طيب هو غالي، ممكن تعملوا نص كيلو رز بسمتي ماشي، مع فرخه كامله، مع نص فرخه، مع اي قطعه من الفرخه انت حابها. اهم حاجه عندي في الخطوه دي تغسلي الليمون بمعلقه طحينه. ما تحطيش خل، الخل بيزفر الفراخ على فكره. معلقه طحينه، شويه دقيق، عصره ليمونتين كبار، اغسليه كويس وانقعيها بيها. عندك يوسفنديه مستغنيه عنها او قطعه برتقان اعصريها برضو وصفي بالمصفى الخلطه دي وحطيها عليها شويه. اغسليها حلو بقى وانزلها على حله سخنه جدا 5 معالق زيت. هنستكتر الماده الدهنيه لا مش كتير، انا هنا هنحط فيها فراخ ورز وحاجات كتير. اهم خطوه عندي لازم يكون الزيت بتاعي سخن جدا. قطع الفراخ متقطعه حتت صغيره، دي انا عندي على فكره فرخه وزنها 2 كيلو، قطعتها كذا قطعه بس ما نشيل بس منها الكبده والقنصه. تمام، انتوا عارفين الكبده والقنصه بالذات دي بتزفر برده شويه. هبدا انزل بقطع الفراخ انا مقطعها حتت صغيره اللي تستوي تدي طعم حلو، وكل حته في الاكل بتاعنا يخش يعني النكهه بتاعته والجمال يخش في بعضه كده. هبدا احط الفرخه بقى في الزيت السخن ده وهنزل عليها بس فرشه فلفل اسمر، يعني بالظبط ربع معلقه بتاعه الشاي صغيره كده. تمام، الفلفل الاسمر ده بيشيل الزفاره، انا حطاها ده في الوقت يشيل الزفاره وطلع لي ريحه الفراخ الجميله كده. تمام، هنزل معاكم اهو. شوف الرشه قد ايه يا جماعه، يعني معلقه الشاي الصغيره حطي ربعها او طرفها كده. انا ده مش بهارات اساسيه الوقت، انا بشتغل ده تيست عالي كده لو هي بتتشوح بس. تمام اهو. ما تقلبيش بقى الفراخ بعد ما تحطها في الزيت كده والزيت سخن، ما تغطيش الوقت ولا تقلبيها الوقت. اصبري دقيقتين كده بعد ما تحطي الفلفل الاسمر، وبعد كده ايه هنغطيها بدون تقليب نهائي لمده 5 دقايق. تمام، عشان ما تجيش تقلبيها بقى اللي تتهرى منك. احنا عملناها قطع صغير هتتهرى مننا لو قلبناها بسرعه. يعني بعد 5 دقايق طبعا التصوير اللي بياخد معايا المده، فانا بتكلم معاكم في المده 5 دقايق وقلبي. كنا نسيج الفرخه كده المسك بتاعها واللحمه بتاعها جامد شويه، ما تتهراش مني بقى من التقليب بالمعالق لان احنا هنقلب فيها كتير. الهدف من تقطيعها صغير تدي طعم حلو. طبعا هعمل لكم برده كبسه الفراخ بطرق تانية بس ان شاء الله في وصفات تانية. عندي بقى بصلايه كبيره، مش عايزاك تعملها في الكب، مش عايزاك تعملها قصدي بالمبشره، اعملها لي بالكب او يستحسن بسكينه على ايدك. شفت التخريط بتاعها ولا قوي ولا ضعيف. تمام، هاخد بقى 5 فصوص من التوم. انت مش حابه التوم معلش اتكي على نفسك شويه، حط لو فص واحد ويعدقيه في الهون او اهرسي، بس ال5 فصوص توم انا عاملهم شرايح. فلفل الالوان برضه موجود معاكي بيدي تيست عالي جدا وطعم جميل. طب مش موجود ممكن تحطي قرن فلفل اخضر وقرن فلفل مثلا حراق سبايس لو انت حابه، مش حابه خلاص حطي بس قرن فلفل واحد لو انت حابه. عندك الوان ماشي. دي حبه طماطم واحده هنقطعها كده ايه حتت صغيره. تمام، انا على فكره مش مقطعه الحاجات في الكبه. ليه؟ في ناس تقول لي حطها في الكبه، لا هيضيع الطعم بتاعها وشكلها هتحس الحاجات ناعمه في بعضها كده مش حلو. تمام، قلبت الكلام تقليبه حلوه مع بعض. هاخد معلقه صلصه واحده بس ماشي، مع نص كوبايه ميه خفيفه كده. معلقه صلصه واحده ولها فايده كبيره جدا. هتقولي مش هحطها، اقول لك هتحسي ان حاجات لونها مش ممزوج مع بعضه كده. معلقه صلصه واحده. تمام، قلبيها برضو يا جماعه. انت في اكلك انت حره، ممكن تستغني عن خطوه وتدخلي خطوه انت حره. فانت ايه مفيش مشكله عند الخطوه اللي انت تحشيها حشيها. حط معلقه صلصه بقى ماشي ونص كوبايه الميه، هيدوا مع بعض لون حلو وشكل حلو. هاخد بس تشويحه كده سريعه، كل ده النار عاليه، ما توطيش النار نهائي لما ابدا اقول لك انا بقى. امشي معايا خطوه بخطوه تاكلي مني احلى وصفه باذن الله. نغطي بقى عليها 10 دقايق لما كل البصله والحاجات دي تتشرب. شفت انا بعد 10 دقايق على فكره، بعد 10 دقايق. بهارات بقى عندي كركم، بهارات فراخ 3 فصوص حبهان، 4 كبابه صيني، 2 ورقه لورا، عود قرفه، 2 لورا، 3 فصوص قرنفل، كمون، فلفل اسمر، كزبره، شطه، رشه جنزبيل. طيب انا بتكلم في الكلام ده كل ده بتدي منكهات حلوه وطعم حلو. تمام. طيب ممكن تستغني عن الكركم وعن الكاري بمعلقه من الزعفران من بتاع الشاي، مش متاح عندك. احنا بناخد الكركم والكاري بيدي لون وطعم حلو. كمون بتاع الفلفل الاسمر الكلام ده احنا متعودين عليه. 3 بقى كوبايات من الرز البسمتي المغسول. طب هنحط لكل كوبايه معلقتين من لكل معلش كوبايه رز بنفس الكوبايه انت معايره بها الرز. كل كوبايه رز بحط لها كوبايتين من الميه. خايفه تكون الميه كتير، طيب حط مثلا لكل كوبايه رز كوبايه ونص ميه. حلو. طيب لقيت احتجت ميه بقى زودي، بس هو المعتاد بتاع الرزايه الحلو يا جماعه الهند الكويسه اللي هي نحبها العريضه الكويسه الطويله دي، بحط لها لكل كوبايه رز كوبايتين من الميه. انا خدت الرز تشويحه بالبهارات مع الفراخ، واحط بقى ايه الملح بتاعك بقى زي ما انت حابه. انا حطيت هنا معلقتين من الملح لان ده كان كيلو رز وكانت فرخه.
بالحاجات اللي معاها. ملح بقى بتحكمي فيه زي ما انت عايزه. عندي بقى 6 كوبايات من الميه اهو، عملت لكل كوبايه رز كوبايتين من الميه. تمام اهو، لان الرز البسمتي بيشرب ميه كتير. ومحدش يقلق خالص بقى من السوا، انا مجرد ما يتشرب ميته هسيب مده كبيره بقى على النار، هتلاقي الفراخ دايبه معاكي. هغطي بقى اهو ونار عاليه بقى لمده 10 دقايق، لان لازم في الاول النار بتكون عاليه لاي رز، مش الرز البسمتي بس. طيب فايده النار العاليه بقى والغليان بيخلي نسيج الفراخ يقفل. تمام. طبعا الناس اللي ما تحبش لون الفراخ بتاعها يفضل كده، لا انا ممكن بعد ما تستوي خالص اقوم كبه الرز بتاعي والفراخ على صينيه تمام كبيره، بالراحه كده شايله بالماسك اللي حتت الفراخ واحطها على صينيه تحت الشوايه تاخد لون، بس هي طعمها وريحتها تشبه المندي كتير خالص، تشبه المندي اللي احنا بناكله في اكبر عند المطاعم والفنادق. بألف هنا وشفا، واشوفكم في وصفات تانية جديدة بإذن الله. وأي مقطع تحتاجيه وقفي عند الفيديو دقيقة وتانية وشغليه. مع السلامة.